الجريمة التي أحدثت ضجة كبيرة هذه الأيام وهزت الرأي العام المغربي ووسائل التواصل الاجتماعي، جريمة وقعت أمام أعين الناس، لكن لم يتدخل أي شخص لإنقاذ الضحية، بينما كان عدد من الأشخاص يصورون. قضية اليوم هي قضية خديجة ابنة مدينة المحمدية التي ذبحت في الشارع العام. خديجة شابة جميلة تبلغ 31 سنة، تنحدر من عائلة متوسطة، إنسانة خلوقة، تزوجت زواجها الأول وهي في سن صغيرة، ورزقت من هذا الزواج بطفل، لكن هذا الزواج لم يدم طويلا، فانفصلت عن زوجها الأول لظروف خاصة بها، وبقي ابنها معها، غير أن هذا الطفل كان يعاني من مرض التوحد، وكانت تتابع حالته مع الطبيب. بعد ذلك خرجت خديجة للعمل في وكالة من أجل توفير احتياجاتها. كانت تعيش حياة عادية وسط عائلتها، مرتاحة ومهتمة بابنها حتى بلغ 7 سنوات. وفي أحد الأيام جاء رجل وطلب الزواج من خديجة، وكان في أواخر الأربعينات من عمره، رجلا يبدو عاقلا ويعمل، وكان بدوره مطلقا من زوجته، وعدها بأنها ستعيش معه حياة طيبة. ربما قررت خديجة التجربة مرة أخرى مع هذا الرجل. خلال فترة الخطوبة كان يعاملها جيدا ويجلب لها الهدايا، وكان تعامله محترما ومؤدبا. بعد ذلك ثم الزواج بينهما، وانتقلت خديجة للعيش مع زوجها، وتركت ابنها عند والدتها. لكن عندما واجهت الواقع كانت الصدمة، إذ اكتشفت أن الرجل الذي تزوجته عديم المسؤولية، وكل ما وعدها به كان كذب، حتى أبسط الأشياء لم تكن متوفرة لها، لدرجة أن الطعام أحيانا لم يكن متوفرا، وكانت تبقى جائعة وتضطر إلى الإنفاق من مالها الخاص، بينما كان يتحجج دائما بأنه لديه قروض أو أن راتبه نقص أو أن لديه مشاكل. كان هذا الرجل عديم المسؤولية، ويريد زوجة تعيش معه دون أن ينفق عليها، إضافة إلى المعاملة السيئة والشجار والمشاكل والعنف الذي كان يحدث كل يوم. كانت خديجة في كل مرة تغضب وتذهب إلى بيت أهلها، فيأتي ليعتذر، فتتدخل العائلة للإصلاح بينهما، فتعود إليه، واستمر هذا الحال 1.5 سنة. وفي النهاية تأكدت خديجة أن هذا الزوج ميؤوسا منه ولن يتغير، فذهبت إلى عائلتها هذه المرة دون رجعة وطلبت الطلاق. في البداية اعتقد الزوج أنها مجرد مرة أخرى من المرات التي تغضب فيها وتعود، فذهب إليها وطلب منها السماح، لكنها قالت له أن الأمر انتهى، وأنها تريد الطلاق، وأن يعيش كل واحد حياته. وفعلا بدأت إجراءات الطلاق. عندما تأكد الزوج أن الأمر جدي وأن خديجة ستطلق منه، لم يتقبل ذلك. وصل به الأمر إلى أن أصبح يذهب إلى الوكالة التي تعمل فيها ويضربها ويعنفها ويشتمها ويهينها، حتى يتدخل الناس ويفرقوا بينهما. كما كان يذهب إلى بيت عائلتها ويهاجمها هي ووالدتها بالسب والشتم، لأنها رفضت العودة إليه بالقوة، وربما كان يعاني من عقدة الطلاق. وفي أحد الأيام كانت خديجة تعمل في الوكالة كالمعتاد، فجاء إليها وتحدث معها، لكن الحوار تحول إلى شجار، وبدأ يضربها ويعنفها حتى تدخل الناس وفرقوا بينهما. حينها أقسم أمامهم بأنه سيذبحها، لكن خديجة لم تعطي الأمر أهمية، واعتقدت أنه مجرد كلام. كانت خديجة مسكينة تسير دون أن تتوقع شيئا. اعترض طريقها وجرها بعنف، حاولت الابتعاد لكنها لم تستطع، فاستمر في جرها حتى أوصلها إلى حائط، وبدأ يضربها ويعنفها وهي تصرخ، بينما كان الرجال الموجودون هناك يتفرجون دون تدخل، وبعضهم كان يصور بهاتفه من النوافذ. وفي النهاية أخرج السكين وذبحها، فتناثر دمها وتركها ساقطة هناك تنزف،
حتى فارقت الحياة أمام أعين الناس، ثم هرب نحو الغابة، لكن الحمد لله تمكنت السلطات من القبض عليه في وقت قريب. والغريب أنه عندما ثم اعتقاله قال لهم: أرجوكم اهتموا بابنتي فهي مريضة، بينما لم يرحم المسكينة التي تركت خلفها طفلا يحتاج إليها كثيرا ويعاني من التوحد. بعد الحادث انتشر الفيديو الذي يوثق لحظة ذبحها. رحم الله خديجة في هذا اليوم، ونتمنى أن ينال المجرم أقصى العقوبة. إن وصلت هنا ترحم على خديجة في التعليقات وشارك القصة لتكون عبرة لمن يعتبر.